حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. تخيلوا جميعاً للحظة هيكل دولة سياسية حديثة، دولة تمتلك دستوراً مكتوباً وتدعي أنها تدير مؤسسات علمانية وتقدمية، وتستخدم في مؤتمراتها الصحفية كل تلك المصطلحات الرنانة حول التنمية والتقدم. نعم، الواجهة التي تبدو عصرية ومألوفة جدا لنا جميعا. بالضبط، واجهة لامعة. ولكن إذا قمنا برفع هذا الغطاء وحاولنا فحص الشيفرة البرمجية الأساسية، أو لنقل نظام التشغيل الفعلي الذي يدير هذه الدولة، سنجد أنه لا يمت للحداثة بصلة. إنه في الحقيقة يدير طائفة من العصور الوسطى مبنية على الولاء الأعمى وثقافة القطيع. وهذا تناقض صارخ حقا، نظام حديث بشيفرة بدائية. تماما. واليوم في هذا الغوص العميق نحن بصدد تفكيك هذه الشيفرة البرمجية بالذات. مصادرنا اليوم تعتمد بشكل أساسي وحصري على نصوص مقتطفة من كتاب مثير جدا للاهتمام يحمل عنوان الحب وجود والوجود معرفة للكاتب ريبر هابون. كتاب الحب والوجود معرفة. هذا الكتاب يقدم تشريحاً قاسياً وعميقاً جداً لما يحدث في كواليس المشهد السياسي والاجتماعي لدينا. الكاتب ريبر هابون يطرح هنا أفكاراً يمكن القول إنها جدلية للغاية. صحيح، هو يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى صميم البنية المنطقية للسياسة في الشرق الأوسط. نعم، ومن المهم جدا أن نوضح للمستمعين منذ البداية أن هدفنا في هذه القراءة التفكيكية اليوم ليس الاتفاق أو الاختلاف مع طرحه. نحن لا نتبنى أي موقف سياسي هنا. بالتأكيد، حياد تام. بالضبط، هدفنا هو فهم الهندسة الفكرية لحجته. كيف يفسر الكاتب ريبر هابون آليات تحطيم المجتمعات وتهميش العقول في منطقتنا؟ وهذا يقودنا إلى نقطة البداية المنطقية. قبل أن نفهم كيف تشتعل الحروب والفوضى، يجب أن نفهم أولاً العقلية التي تديرها. نحن جميعاً نتابع الأخبار ونرى الانفجارات أو نسمع التصريحات المتشنجة يومياً، وهي كثيرة للأسف. نعم، ولكن الكاتب ريبر هابون يقدم عدسة مختلفة. هو لا ينظر إلى النتيجة المباشرة، بل ينظر إلى العقلية العميقة التي صممت هذه الفوضى. وهنا يبدأ بطرح مصطلح محوري جدا في كتابه، وهو الميكافيليين الجدد. مصطلح لافت جدا، أليس كذلك؟ جميعنا نعرف الفيلسوف الإيطالي نيكولا ميكافيلي، صاحب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، والذي كان ينصح الأمراء بكيفية الحفاظ على استقرار دولهم حتى لو تطلب الأمر بعض القسوة. نعم، كتاب الأمير الشهير. بالضبط. لكن الكاتب ريبر هابون يقول إن الساسة المعاصرين في الشرق الأوسط أخذوا هذه الفلسفة وحولوها إلى نسخة كما يصفها هو مشوهة وشاذة، تفوق الأصل غطرسة. سؤالي هنا، ما الذي يجعل هؤلاء ميكافيليين جدد وليسوا مجرد امتداد عادي لميكافيلي؟ حسناً، الفارق الجوهري هنا يكمن في الهدف النهائي، الغاية نفسها. ميكافيلي كلاسيكي كان يبحث عن بناء دولة قوية ومستقرة. القسوة بالنسبة له كانت مجرد أداة مؤقتة لفرض النظام، أداة لبناء شيء صلب في النهاية. صحيح. أما الميكافيليون الجدد كما يصفهم الكاتب ريبر هابون في نصوصه، فهم لا يبحثون عن بناء دولة مستقرة من الأساس. الغاية لديهم تم استبدالها تماماً. استبدلت بماذا؟ بمجرد البقاء في السلطة عبر إدارة الفوضى. الكاتب يوضح ببراعة كيف أن هؤلاء الساسة لا يكتفون بالخداع السياسي التقليدي لتمرير قوانين أو كسب انتخابات. غايتهم الأعمق هي، وأقتبس هنا من الكاتب ريبر هابون، برمجة الجماهير بخطاب شعبوي. برمجة الجماهير؟ واو! نعم، هم يمارسون ما يمكن أن نسميه هندسة اجتماعية عكسية. بدلا من تطوير المجتمع، الهدف هو تكوين خلايا نمطية مستنسخة تردد أفكار الزعيم تماما كما تفعل المرجعيات الدينية أو الطوائف المنغلقة. مهلا، تعبير خلايا نمطية مستنسخة هذا مخيف بعض الشيء. هذا يجعلني أتوقف عند فكرته حول التلاعب بالمفاهيم الكبرى. الكاتب ريبر هابون يذكر العلمانية كمثال صارخ في كتابه. نعم، العلمانية المزيفة. بالضبط. هو يقول إن العلمانية التي يكرس لها هؤلاء الساسة على أرض الواقع ليست العلمانية الحقيقية التي نعرفها،
بل تم إفراغها من محتواها لتصبح مجرد أداة نفعية. أداة للسيطرة. نعم، وما يلفت الانتباه هنا، وأريدك أن تشرحي لي هذا، هو أنه يرى أن هذه العلمانية المزيفة تتطابق تماماً في تأثيرها التدميري مع الخطابات المتشنجة للمرجعيات الدينية. كيف يمكن لشيئين يبدوان نقيضين تماماً في السياسة أن يؤدي إلى نفس النتيجة؟ لأنهما في الجوهر يعملان بنفس الآلية النفسية تماماً. الكاتب ريبر هابون يفكك هذا الوهم بإظهار أن كل الخطابين يطالب بشيء واحد محدد، وهو الطاعة المطلقة وإلغاء التفكير النقدي. سواء كان هذا الخطاب يرتدي عباءة التحديث والعلمانية أو يرتدي عباءة القداسة والدين، فإن الوظيفة الميكانيكية له هي شل قدرة الفرد على التساؤل. يضربون نفس الوتر النفسي إذن. تماماً، ويتم استثمار هذا الشلل الفكري في تغذية الحروب والمكاسب النفعية. ولهذا السبب يرى الكاتب ديربرت هوبن أن ما حدث في أعقاب ما سمي بالربيع العربي لم يكن تحولاً حقيقياً نحو الحرية، بل كان شيئاً آخر. نعم، كان تسابقاً فظيعاً لإنتاج التطرف من كافة الأطراف، مما أدى إلى ما يسميه الكاتب بديكتاتوريات واهنة مبنية على الفوضى وتفتيت الجغرافيا. ديكتاتوريات واهنة، هذا يقودنا إلى استنتاج غريب بعض الشيء. يعني الأمر يبدو وكأن هؤلاء الساسة قاموا بتحديث لبرنامج التشغيل القديم للاستبداد. الواجهة الخارجية مكتوب عليها علمانية أو دولة حديثة، لكن الكود البرمجي الداخلي لا يزال يعمل بعقلية الزعيم الروحي والطائفة. تشبيه دقيق جدا لأنظمة التشغيل. لكن هذا يطرح معضلة منطقية هنا. إذا كان هذا النظام الدكتاتوري واهنا وضعيفا كما يقول الكاتب، فمن الطبيعي أن ينهار أو أن يثور عليه الناس بسهولة. كيف يمكن للدكتاتوريات تعيش في هذا المستوى من الوهن والتخبط الإداري أن تستمر في السيطرة على دول بأكملها؟ ما يثير الاهتمام هنا هو التفسير الذي يقدمه الكاتب. التفسير الذي يستخلصه الكاتب ريبر هوبون هو أن هؤلاء الميكافيليين الجدد هم في الواقع مديرو فوضى. بقاء هذه الأنظمة الواهنة لا يعتمد على قوة الاقتصاد أو جودة المؤسسات طبعاً. نعم، لا يعتمد على ذلك أبداً، بل يعتمد حصرياً على إدامة الأزمة. الكاتب ريبر هوبون يفسر ذلك بأن بقاء هذه الأنظمة يعتمد على استثمار التطرف في أوساط النخب الشابة وتحويل الساحة إلى مستنقع للميليشيات. إذن الفوضى مقصودة 100%. الفوضى هنا ليست فشلاً للإدارة، بل هي أداة الإدارة نفسها. إدارة أزمة مستدامة عبر الميليشيات مع إبعاد المتنورين أسهل بكثير من بناء دولة مؤسسات ديمقراطية. واو، هذا يعني ينقلنا مباشرة إلى القسم الثاني من تحليلنا. إذا كانت الفوضى هي أداة الإدارة، وإذا كان الوهن هو الدرع الذي يحتمون به، فما هو الوقود الذي يغذي هذه الفوضى؟ ما الذي يمنع المجتمعات من الاتحاد ضد هذا الاستبداد الهش؟ الإجابة كما يطرحها الكتاب تكمن في تفقق جذوء الطائفية والعرقية وتكريس الانقسام عبر الآلة الإعلامية. نعم، الإعلام كطاحونة حرب. الكاتب ريبر هابون يوضح بكلمات صريحة أن ممارسة العنصرية والإقصاء الديني والقومي ليس مجرد نتاج جانبي للجهل الشعبي، بل هو أداة بهدف، وأقتبس، ترسيخ التفتت الاجتماعي والقضاء على مكتسبات الحضارة. وهذا واضح جدا في الأمثلة التي أوردها الكاتب. نعم، هو يستشهد بأمثلة ميدانية لا يمكن تجاهلها. يذكر الحرب السورية كنموذج لتصاعد النزاعات الاجتماعية الناتجة عن صراع مذهبي تاريخي تم إذكاء شرارته وتسعيره بالتسليح. ولبنان أيضاً. صحيح، يربط ذلك بما حدث في لبنان من توطد الزعامات المحلية المسيحية أو الإسلامية، وكذلك في جنوب ووسط العراق، والتي شكلت نواة لما يعرف بالهلال الشيعي. الجغرافيا بأكملها تم تحويلها إلى ساحات لترسيخ التفتت. نعم، والأداة الأخطر هنا هي الإعلام. الكاتب يصف الإعلام بعبارة مجازية قوية جدا يسميها الطاحونة التي تقود الحروب الميدانية. تعبير مرعب، الطاحونة. تعبير دقيق. الطاحونة تسحق ما يوضع فيها، وهذا الإعلام الموجه يسحق وعي المتلقي،
الكاتب ريبر هابون يشرح أن هذا الإعلام يمجد حالة يسميها المازوجية الفكرية، متمثلة بتقاليد الحزب الشمولي والتقاليد الدينية اللاهوتية. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعنا نتوقف عند هذا المصطلح الثقيل، المازوجية الفكرية. نحن نعرف أن المازوجية تعني التلذذ بالألم أو التعذيب. صحيح. الكاتب يقول إن الإعلام يمجد هذه الحالة، لكن بصراحة لماذا قد يستمتع أي مجتمع بتعذيب نفسه فكرياً؟ هذا يبدو مناقضاً للطبيعة البشرية. ما الآلية التي تجعل شخصاً ما يقبل بهذا الاستعمار الذهني؟ لفهم كيف تحدث هذه المازوجية، يجب أن ننظر إلى استجابة العقل البشري للضغط المستمر. عندما تقوم طاحونة الإعلام بقصف وعي الفرد يومياً برسائل التخويف، المطلق الآخر قادم لإلغائك، طائفتك في خطر، هذا الضغط يرهق الدماغ. يجعلك في حالة ذعر دائم. بالضبط. وفي حالة الذعر هذه، يصبح التفكير الحر والمستقل عبئاً، بل ومصدراً للقلق. هنا تتدخل الأنظمة وتقدم اليقين الجاهز. المازوجية الفكرية تحدث عندما يجد الفرد راحة نفسية في تسليم عقله بالكامل للزعيم. هو يتلذذ بالتخلص من مسؤولية التفكير، لأن التفكير أصبح مؤلماً. يا إلهي، يفضل الطاعة العمياء المريحة على التفكير النقدي المتعب. نعم. ولكن أواجه هنا تحدياً في النص، أو ربما اعتراضاً تحليلياً. الكاتب ريبر هابون يتحدث كثيراً عن التسليح والتدخل الخارجي الذي أذكى الصراعات. صحيح، ذكر ذلك بوضوح. لكنه يعود ليقول إن أصل كل تقهكر مجتمعي يرجع إلى وأقتبس فساد المنظومة الفكرية والعقائدية. أليس هذا تناقضاً؟ هل المشكلة الحقيقية في السلاح الخارجي أم في العقل الداخلي؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي يرسمها الكاتب ريبر هابون، سنجد أنه لا يوجد تناقض على الإطلاق. كيف ذلك؟ الكاتب يرى أن السلاح الخارجي ما كان ليحدث كل هذا الدمار لولا غياب التفكير النقدي واستعداد ذائقة المجتمع لامتصاص ما يسميه تقاليد القداسة. المجتمع كان مهيئاً لذلك. بالضبط. الحكومات القمعية حافظت على هذا الاحتقان التاريخي. هي لم تبني دولاً، بل حولت شعوبها إلى مجرد وقود حروب اقتصادية. مجتمعات لا تجيد سوى التصفيق والهتاف للزعيم، وعندما يغيب العقل يصبح السلاح الخارجي فتاكاً. هذا يوضح الكثير. إذا كان لدينا مجتمع تمت برمجته للتصفيق وإعلام يطحن العقول طحناً، يتساءل المرء بشكل بديهي: أين هم المفكرون؟ أين النخب المبدعة التي من المفترض أن تنقذ الموقف وتقود التغيير؟ وهذا هو المحور الأكثر حزناً ربما في تحليل الكاتب. هو يسلط الضوء بشكل شديد التركيز على مصير من يسميهم بالمعرفيين وأصحاب الملكات الإبداعية. المعرفيين مصطلح مثير. من هم بالضبط في هذا السياق؟ هم الأفراد المستنيرون الساررون دون تخاذل لصيانة أمن مجتمعاتهم من خلال الفكر والنقد. ولكن كما يوثق الكاتب ريبر هابون، هؤلاء يواجهون مصيراً مأساوياً، يواجهون الاعتقال والتجويع وموجات التجهيل الممنهج وصولاً إلى الاغتيال. تصفية ممنهجة لكل من يفكر. تماماً، لأنهم التهديد الحقيقي للمكيافيليين الجدد. وفي ظل هذا الإقصاء المرعب للمعرفيين، يطرح الكاتب رؤية نقدية قاسية جداً للثورات في المنطقة. نعم، الثورات، ماذا يقول عنها؟ يقول إن المجتمع ظن واهماً أن الثورات والتغيير يمكن أن تأتي عبر، وأستخدم عبارته هنا، أروقة المعابد وصيحات الخارجين منها. أروقة المعابد. نعم، والنتيجة كانت مجرد تبديل السلطة دون تغييرها جوهرياً. الخلاصة الأساسية للكاتب ريبر هابون هي أنه في ظل إبعاد المعرفيين المستنيرين وعدم إشراكهم في التحول الديمقراطي، سيبقى أي مشروع لدولة ديمقراطية مجرد أطروحة نظرية. إذن ماذا يعني كل هذا؟ دعيني أطرح مقارنة هنا. الأمر أشبه بمحاولة بناء ناطحة سحاب حديثة، لكن باستخدام مهندسين لا يقرؤون سوى مخطوطات لبناء قلاع من القرون الوسطى.
بمجرد خروجهم من المعبد هم يبنون نفس القلعة القديمة، فقط يطلقون عليها اسما جديدا. تشبيه ممتاز. وبدون المعرفيين أي المهندسين الحقيقيين في هذا المثال لن يكون هناك أي بناء ديمقراطي حقيقي. الواجهة تتغير لكن الحجارة هي ذاتها. وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول طبيعة الخطاب السياسي برمته. الكاتب ريبر هابون يؤكد بشدة على ضرورة وجود هذه الشريحة المستنيرة غير المرتهنة لأي خطاب حزبوي مبتذل. التحدي الأكبر ليس فقط سياسياً، بل هو الاستعمار الذهني. الاستعمار الذهني الداخلي. نعم، التغيير يتطلب تفكيك منظومة الاستبداد الشرقي من جذورها الفكرية، وليس فقط إزاحة رموزها السياسية أو استبدال رئيس بآخر. لقد كانت رحلة تفكيك عميقة ومكثفة بالفعل عبر نصوص الكاتب ريبر هابون. دعونا نلخص سريعا ما ناقشناه اليوم. رأينا كيف استبدل الشرق الأوسط الميكافيلية التقليدية بنسخة أكثر تدميرا عبر الميكافيليين الجدد الذين يديرون الفوضى ولا يبنون دولا. بالضبط. وكيف تحول الإعلام إلى طاحونة للحرب والطائفية لجدار حماية لاستنزاف الموارد، وكيف أن إقصاء العقول المبدعة والمعرفيين واعتماد الثورات على أروقة المعابد جعل من التغيير الحقيقي مجرد وهم مبني على المازوشية الفكرية. ومن المهم لمستمعينا أن يدركوا أن هذه التحليلات ليست مجرد تنظير سياسي بعيد عنا، إنها دعوة مفتوحة للتفكير النقدي في حياتنا اليومية. كيف ذلك؟ نحن نعيش في عصر تتكاثر فيه المعلومات. الميكافيليون الجدد ينشطون الآن حتى في أبسط المؤسسات أو عبر خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي التي تعمل كطواحين حديثة. الحفاظ على استقلاليتك الفكرية وعدم الارتهان للخطابات الشعبوية هو بمثابة درع البقاء اليوم. كلام سليم جدا، وهذا ينهي غوصنا العميق اليوم، ولكنه يتركنا مع تساؤل عميق ومستفز أدعو الجميع للتأمل فيه مستقبلا. تفضل. إذا كانت الثورات التي تخرج من عباءة المعابد والمؤسسات التقليدية تنتهي دائما بإعادة إنتاج الاستبداد كما رأينا وتحدثنا، فهل يمكن للمعرفيين وأصحاب الفكر المستقل أن يخلقوا يوما ما آلية جديدة كليا للتغيير، آلية لا تعتمد على الجماهير المبرمجة؟ أم أن التنوير سيبقى دائما طرفا في منطقة تحكمها طواحين الحروب؟ مجرد فكرة لنترككم معها. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة الفكرية المعقدة. كيف تصنع الفوضى في الشرق الأوسط الحديث؟ هذا هو السؤال المحوري الذي سنجيب عنه اليوم من خلال تحليل عميق لأفكار الكاتب ريبر هابون، والذي يطرح مفهوما لافتا وهو الميكافيليونون الجدد لفهم ديناميكيات السلطة في المنطقة. قبل أن نتعمق، من المهم جدا أن نؤكد أن هذا التحليل الذي سنستعرضه اليوم يستند بالكامل إلى رؤية الكاتب ريبر هابون كما طرحها في كتابه الحب وجود والوجود معرفة. يعني كل الأفكار والمفاهيم التي سنناقشها هي من منظوره الخاص، وهذا سيعطينا فرصة فريدة لفهم هذا الواقع المعقد من زاويته هو. حسناً، رحلتنا اليوم ستمر ب4 محطات رئيسية. سنبدأ بتعريف من هم الميكافيليون الجدد، ثم سنكشف عن استراتيجيتهم التي يسميها الكاتب هندسة التقسيم. بعد ذلك سنرى النتائج المرة تحت عنوان حصاد الاستبداد، ونختتم أخيراً بالحديث عن الحلقة المفقودة المثقفون المهمشون. إذن لنبدأ بالمحطة الأولى، الميكافيليون الجدد. من هم هؤلاء بالضبط الذين يصفهم الكاتب ريبر هابون بأنهم جيل جديد كلياً من ممارسي السلطة؟ بحسب رؤية الكاتب ريبر هابون، الميكافيليون الجدد ليسوا مجرد أتباع لميكافيلي، لا، هم في الحقيقة نسخة مشوهة وأكثر تطرفاً ووحشية من أفكاره. هم فاعلون في الساحة السياسية، يستخدمون الخطاب الشعبوي بطريقة أشبه ما تكون ببرماية للجماهير، والهدف واحد: الوصول إلى السلطة بأي وسيلة، مهما كانت هذه الوسيلة دموية أو قذرة. والكاتب ريبر هابون يصفهم بكلماته الخاصة في اقتباس قوي جدا يقول فيه: إنهم لون مشوه وشاذ لها، إذ أنهم فاقوا الميكافيلية غطرسة واستخداما لكل شيء دامي وقذر لأجل الوصول للغاية.
هذا الاقتباس يوضح لنا أننا حسب رأيه لسنا أمام ممارسة سياسية تقليدية، بل أمام سلالة جديدة تماماً. السؤال الآن: كيف يطبقون هذه الفلسفة على أرض الواقع؟ هذا يأخذنا مباشرة إلى المحطة الثانية، لنرى كيف تتحول هذه الفلسفة إلى استراتيجية عمل. هنا سنستعرض ما يسميه الكاتب هندسة التقسيم، أي الأدوات التي يستخدمها هؤلاء الفاعلون لزرع الفوضى كأداة للسيطرة. الكاتب ريبر هابون يشرح العملية في 3 خطوات ممنهجة. أولاً، تبدأ بإشعال الفتن والصراعات الطائفية والعرقية، والهدف هو تفتيت أي نسيج مجتمعي موحد. ثانياً، يأتي دور الإعلام الذي يتم توظيفه للتحريض المباشر على العنف والسيطرة الكاملة على القصة المتداولة. وأخيراً، الخطوة الثالثة والأخطر هي القمع الممنهج لأي شكل من أشكال التفكير النقدي لضمان عدم وجود أي مقاومة فكرية. وهنا يجب أن نتوقف عند أداة محورية في هندسة التقسيم هذه: الإعلام. ريبر هابون يرى أن الإعلام هنا تجاوز دوره كأداة للدعاية، ويصفه بتعبير دقيق بأنه الطاحونة التي تقود الحروب الميدانية. يعني الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر، بل أصبح في هذا التحليل هو المحرك الفعلي للصراع على الأرض. ولكي لا يبقى هذا التحليل مجرد كلام نظري، يقدم الكاتب ريبر هابون أمثلة ملموسة من الواقع، فهو يشير إلى الحرب السورية والصراع الطائفي في العراق وترسخ الزعامات الطائفية في لبنان. كل هذا من وجهة نظره ليست مجرد أزمات سياسية عابرة، بل هي تطبيقات عملية لهذه الهندسة التدميرية التي تهدف إلى التقسيم الممنهج للمجتمعات. حسناً، بعد أن رأينا الأساليب، ما هي النتائج؟ المحطة الثالثة في تحليلنا تركز على العواقب المدمرة التي تنتج عن هندسة الفوضى هذه، أو ما يسميه الكاتب حصاد الاستبداد. النتائج كما يوضحها الكاتب كارثية بكل معنى الكلمة. الفوضى لا تؤدي إلى الحرية، بل تؤدي إلى ظهور ديكتاتورية جديدة لكنها هشة وضعيفة. وهذه الديكتاتوريات الهشة تسمح بدورها بانتشار الميليشيات، مما يزيد من تفكيك الجغرافيا والولاءات. والنتيجة الأخطر هي أن هذا الواقع المرير يصبح بيئة خصبة لنمو التطرف في عقول الشباب. وهنا يطرح الكاتب ريبر هابون نقطة في غاية الأهمية. هو يميز بوضوح شديد بين نوعين من التغيير: ما يسميه الثورات المذهبية التي لا تفعل شيئاً سوى استبدال طاغية بطاغية آخر، وبين التغيير الجذري الحقيقي الذي ينبع من حركات شعبية أصيلة ويهدف لبناء نظام ديمقراطي. الأولى مجرد دوران في حلقة مفرغة، أما الثانية فهي وحدها التي تحمل أملاً حقيقياً بالتقدم. ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة وربما الأهم في تحليل الكاتب ريبر هابون. هنا يسلط الضوء على القطعة المفقودة من الأحجية، السبب الذي يجعل حلقة الاستبداد هذه تستمر، وهو غياب المثقفين. الكاتب يستخدم مصطلحاً خاصاً وهو المعرفيون، ليصف بهم المثقفين والمبدعين والمفكرين. من وجهة نظره، هؤلاء هم الأعداء الطبيعيون للميكيافيليين الجدد. لماذا؟ لأن سلاحهم هو الفكر النقدي، وقدرتهم على الإبداع وخلق الوعي هي الترياق المباشر للسيطرة القائمة على الجهل والتفرقة. ولهذا السبب تحديداً يرى الكاتب أن هؤلاء المعرفيين يواجهون حرب إبادة فكرية ممنهجة، تتم محاربتهم بأساليب وحشية لإسكاتهم تماماً، وهذه الأساليب تشمل الاعتقال والتجويع والاغتيال. والأسلوب الأخطر من كل ذلك هو نشر موجات من التجهيل المنظم لتسميم البيئة التي يمكن أن تنمو فيها أفكارهم. وهذا الاقتباس للكاتب ريبر هابون يلخص كل حجته. يقول: ففي ظل إبعاد المعرفيين يبقى أي مشروع حيز الأطروحة النظرية. المعنى هنا واضح وقاطع: بدون العقول المستنيرة التي تصمم وتبني المستقبل، أي حديث عن تغيير أو تحول ديمقراطي حقيقي يبقى مجرد كلام وحبر على ورق. وهكذا يتركنا تحليل الكاتب ريبر هابون في النهاية أمام هذا السؤال الجوهري والمفتوح، سؤال ليس له إجابة سهلة. بناء على هذا المنطق، هل يمكن حقاً بناء ديمقراطية حقيقية بينما مهندسو هذه الديمقراطية أي المثقفون يتم إقصاؤهم وتهميشهم بشكل منهجي؟ سؤالاً يستحق منا كل التأمل.